يا جدعان بصوا بصوا بصوا، انا جبت كاميرا يا معلم. ايوه انا قاعد برقص في وسط غابات المانيا. بغض النظر، يلا فيديو بقى. جبنا والحمد لله كاميرا جديدة أخيرا، حلم من أحلام حياتي حرفيا اتحقق والحمد لله والشكر لله. خلوني أوريكم أنا جبتها منين، جبتها إزاي وكل الكلام من ده. بس قبل ما أوريكم عايز أوريكم كام صورة على كام فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بدور على كاميرا، بحاول ان انا اجيب كاميرا. انا معايا مايك دلوقتي مبسوط بيه جدا جدا، الحمد لله ما شاء الله الله اكبر، مايك صوته حلو جدا واشتريته من على اي باي. عايز اجيب كاميرا بنفس الطريقه، تبقى مستعمله رخيصه، مش بنفس ثمن الجديد، ممكن تكون بربع الثمن او بنص الثمن في اوقات، وممكن برضو بيبقى فيها فصال على عكس ما تجيب حاجه جديده. فاتحه قدامي اهو، بدور على اعلانات لكاميرات، واخوكم معايا في رحله سريعه كده في ان انا الاقي كاميرا كويسه، عشان بدل ما انا بصور بالكاميرا بتاعه الموبايل وحوشت لها شويه فلوس. فخلينا نتفرج مع بعضينا شويه كده، هديكوا ابديت واحده واحده كده، بتواصل مع الناس ازاي، بكلم الناس ازاي، وان شاء الله ان شاء الله نلاقي كاميرا كويسه وسعرها حنين، عشان الواحد برضه لسه بيدرس. فزي ما انتم شايفين انا حاليا قاعد شغال على التدوير، بدور على حاجات. في اسعار هنا كتير، بس في حاجات معينه مثلا ما بيبقاش معاها عدسه، انا لازم اجيب عدسه او تبقى بعدسه، لان العدسه لوحدها غاليه. دي بتجرب ان شاء الله الاقي حاجه. انا هوريكم الموضوع كله، هشرح لكم اكتر، هحاول اشرح لكم اكتر ايه هو اي باي كلاينانزايجا، واوريكم برضو الناس اللي انا بتكلم معاهم. طيب اهو انا بدور بقالي فتره من 9/4 وانا قاعد بدور، يعني بصوا كميه ناس كلمتهم وكتبت لهم وبتاع. الحاجات اللي ممسوحه دي معناه ان الشخص اللي كان عارض الكاميرا او ايا كان العرض الحاجه اللي هو عارضها باعها خلاص. فعمال بتواصل مع ناس كتير، بكتب لهم السعر، اختلفنا في السعر او معهاش مثلا الحاجات اللي انا بدور عليها. في ناس مثلا ما بتردش عليا خالص، وده بيحصل كتير. زي ما انتم شايفين اعلانات كتير بتقعد تبعت لحد ما تلاقي عرض عاجبك، وربنا ييسر ان شاء الله والاقي حاجه تكون مناسبه يعني. طيب انا مش معايا المايك للاسف، حاول برضه اسجل فيديو، انا نسيت المايك. فالمهم يعني ان انا اتفقت مع واحد على سعر، فانا رايح دلوقتي اجيب الكاميرا، متحمس جدا جدا جدا، مش عارف اعرف اصور ولا لا، بس هحاول اصور شويه من اللي بيحصل الانتراكشن، واجرب برضه معاه الكاميرا. ومش قادر استنى بجد، انا ايديا بتاكلني بقالي اسبوع او اسبوعين على الكاميرا، لان هي خلاص الكاميرا كبرت بجد في دماغي قوي، رغم ان الوقت اللي انا فيه دلوقتي ضغط شديد وكل حاجه، بس يعني ان شاء الله خير. المهم يعني هوريكم اللي بيحصل، فكملوا معايا كده شويه كمان. طيب انا اهو دقيقتين واوصل، يعني الحماس عالي جدا جدا جدا. يعتبر دي بجد اول كاميرا، انا عمري ما جبت كاميرات قبل كده، وحلم من احلام حياتي بقالي كتير جدا جدا ان انا يبقى عندي كاميرا، وكاميرا بروفيشنال وكده. مش قادر استنى، فان شاء الله تطلع كاميرا كويسه، هروح اجربها، اشوف ان هي نظيفه، انها كويسه، اجرب ان انا اصور بيها صور عاديه وفيديوهات وبتاع، واتاكد ان كل حاجه تمام ان شاء الله. لو عرفت احفرك شويه في السعر كده، فاصل مع 5 كمان، يبقى زي الفل. ما عرفتش يبقى الحمد لله كده كده. دقيقتين واجيبها. طيب خلصنا، انا داخل بدماغي عشان ايديا معايا الكاميرا، معايا شنطتها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بجد السعادة انا طاير من فرحة بصراحة، مش مصدق. قعدت معاه بهدوء عادي جدا، شفتها وراني الكاميرا كذا شغال وكذا شغال، جربت الحاجات بتاعتها، الشاشه تمام، ما عليهاش اي خدوش، ما عليهاش اي حاجه ما شاء الله. فعشان كده برضو بنصح بفكره ان انت لو موجود في المانيا وبتجيب الحاجات الجديده، ممكن توفر على نفسك وتجيب حاجات مستعمله بتبقى زي الجديده بالظبط. في ناس بتبقى جابت الحاجات استعملتها مره وحطيتها تاني في علبتها وما استخدمتهاش. انا متاكد ان الكلام ده حصل مع ناس كتير، حتى بيحصل معايا ان الواحد بيجيب حاجات وساعات بيبقى فاكر ان هو هيستعملها وما يستعملهاش. فجربت كل حاجه في الكاميرا والدنيا زي الفل الحمد لله، واديته الفلوس، قلت له شكرا جزيلا، مع السلامه مع السلامه. لما اروح بقى ان شاء الله هعمل لكم انبوكسنج كده صغير على مقاسي، بس الحمد لله مش مصدق بجد، الفرحه مش ساعين يعني. فان شاء الله يعني اوريكم الكاميرا شكلها عامل ازاي. يلا بقى اشوفكم. طيب اهو احنا وصلنا الحمد لله. اهي الكاميرا. بسم الله الله اكبر، ما شاء الله الكاميرا حلوه جدا. جاي معاها العدسات. في العادي انت ممكن تشتري ان انت تدور اونلاين عليها ان هي تكون يا اما الجسم لوحده البادي ده لوحده، او ان انت تجيبها مع عدسة، او ان انت تجيب معاها اكسسوارات زي الشنطة والاس دي كارد والحاجات دي. فهي بصوا ما شاء الله الله اكبر، مستعملة بس استخدام نظيف جدا. انت ممكن تلاقي حاجة كده اونلاين استخدام كويس قوي. شكلها عامل ازاي. اول فيديو بالكاميرا الجديدة وانا في المكتب شحنت البطارية، التراب اللي على نضارتي جايبه.
اللي استفاد او عجبه الفيديو ما ينساش يدعي لي. العصافير بتصوصو بشده هنا، مش عارف فيها عصفير يا اخوانا. م... دي خناقه، في عركه بتحصل فوق في قبيله العصافير. ايه في اكيد عصفوره محشيه كلمت عصفوره بولتي. دي خناقه. دي بص ماسكين في بعض وهذا كدعك. المهم اللي استفاد من الفيديو ما هو مش اسلوب. المهم اللي استفاد من الفيديو او عجبه الفيديو ما ينساش يدعي لي، اكتبوا لي في الكومنتات. بحب دايما اشوف عثمان وعمار ومحمد وفي يوسف. شكرا جزيلا لكل واحد بيكتب لي باستماتة في كل فيديو وبيجي ورايا في كل حته، وفي احمد وفي ناس كتير. الحمد لله والفضل والشكر كله لله. شكرا جزيلا لكل واحد فيكم دعمني وكان معايا لحد اللحظه دي. انا عارف ان احنا مش مع بعض بقالنا 10 سنين، بس هم بالنسبه لي فتره طويله جدا. فشكرا جزيلا على كل واحد بيفضل فعلا يدعمني وبيفضل يكتب لي وكل الكلام ده. انا مقدر جدا وممتن لكل الحاجات اللي انتوا بتعملها لي. فلو عجبكم الفيديو زي ما قلت ما تنسوش تدعوا لي. اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله كتير. يلا السلام عليكم.